السلام عليكم يا شباب. معلش العنوان عجيب وغريب، وبحتذر لمحاسن إذا أصلا الأغنية طالعة في كنداك من الكنداكات السودانية أو سودانية زول حرة شريفة. بعتذر لها إذا أصلا الاسم كان هو اسمها. بعتذر لها اعتذار شديد. لكن بجد يعني إحنا شعبي بقى شعبي غريب وعجيب. شنو محاسن كوب جبنة، محاسن كوب أنقرة؟ يا جماعة احنا عاوزين تغيير. الآن الانتشار بتاع أغنية محاسن كب جبل ومحاسن كب أنقارة انتشر أكتر من الموت في دارفور، الموت في جبال النوبة، الموت في النيل الأزرق، الكوليرا في شرق السودان، والمواد المسرطنة الكيماوية في شمال السودان. بقيت شعب عجيب وغريب. محاسن كب أنقارة ومحاسن كب جبل ومحاسن كب شاي. بجد نحن بقينا شعب غايته سبحان الله رب العالمين. إن شاء الله ربنا يجيب التغيير فينا أولا، نتغير أولا. بجد عاوزين شغل فينا لسه، عاوزين شغل لسه فينا. إذا نجحت يوم 19 ولا نجح الإضراب ولا يوم المليونية ما نجحت، العيب ما في القوات، العيب في الشعب. الآن انتشار بتاع أغنية محاسن كب أنقارة ومحاسن كب شاي ومحاسن كب جبنة أكثر من حراكنا وثورتنا. بجد صح، شعب سبحان الله، شعب عجيب والله. أيتو الفاتحة فينا، وإن شاء الله ربنا يرحمنا ويغفر لنا، وإن شاء الله ربنا يجيب ناس غيرنا نحن يعملوا التغيير. لكن شكله الجيل بتاع إلى غازة هيعديها بس محاسن كوب جبنة ومحاسن كوب بنجارة. أنت سبحان الله سبحان الله رب العالمين. أنا باصي أبو هدين عشان ربنا غايته يجيب العواقب سليمة. لكن إذا نجحت يوم 19 أو ما نجحت، وإذا نجحت المليونية أو ما نجحت، العيب ما في القوات، العيب في الشعب. بجد ما في ذول حاسس بمشكلة الزول، ما في ذول شغال بحاجة، ما في ذول عاوز يغير. شكلها الإنغاث حتقعد. لو مات عمر البشير حيجي غير البشير، وحيجي بشير ثاني وبشير ثالث وبشير رابع. إذا ما غيرنا نحن نفسنا أولا ما في شيء بيتغير. الآن الانتشار بتاع محاسن كوبي أنقارة ومحاسن كوبي شاي أكتر من الهاشتاج بتاعنا الفوق ده. الهاشتاج في تويتر تقريبا 47 نفر أو 50. أنا براي عندي 7 حساب شغالات. في أخوتنا تسنيم عندها 6 أو 7 أو 10. وفي أخوتنا سماح عندها كم حساب. في أخونا دكتور عثمان عنده كم حساب. يمكن ده الناس الشغالين، أو في كم نفر كده من الصفحة موجودين. لكن الباقي كلهم شغالين محاسن كوب جبنة، محاسن كوب أنقارة. بجد العيب فينا نحن، العيب ما في ذول تاني. لو فشلت يوم 19 أو ما فشلت من الشعب، وإذا نجحت من الشعب، وإذا فشلت من الشعب. العيب فينا نحن كلنا. إذا نجحت المليونية أو ما نجحت، العيب فينا. إذا في تغيير ما في تغيير، منا نحن. لازم نتوحد. الآن بقينا الشعب بسيط شديد، صعب بتاع هشك بشك شكله. الله يستر. ان شاء الله ربنا يجيب التغيير غايته. عشان كده يا جماعه ذول اللومنا ما في، نحن عملنا علينا والله. وانا بجد يعني اول فيديو سمعته لاحمد الضي بشكر عليه شديد. احمد الضي قال انا وصلت رسالتي، وين الباقيين؟ بجد كلامه صح. احمد الضي قال انا وصلت رسالتي، وين الباقيين؟ الان انتشار بتاع اغنيه محاسن اكثر من الهاشتاج بتاعنا فوق. الان الاغنيه بتاعت محاسن اكثر من الاسيان بتاعنا والاضراب بتاعنا والمليونيه الجايه. الان اغنيه محاسن الجو اللي لقيته حتى لقينا فيديو باللغه الانجليزيه لخواجات. هل يا جماعه العيب في منه؟ والله يا اسماعيل انت بتقول لي لازم ننجح، بتقول انت نحن ال 50 نفر الموجودين في الحركه التصحيحيه زائد ال 50 نفر الموجودين في المليونيه هناك، ده يمكن الشغالين الباقيين قاعدين بس. يا جماعه نحن قلنا لا، لو نجحنا قلنا لا، ولو فشلنا قلنا لا. بعد ذلك سالنا سؤال ثاني ما في. عملنا اللي علينا، انت عمل اللي عليك. هنا علينا عملناه، لكن انتوا عليكم ما عملتوه. الواحد خاطر بنفسه وخاطر باهله وقال لا، وكلام احمد ضيق صح. قال انا عملت اللي علي. العيب ما في محاسن، العيب في اللي بهشوا كل محاسن. العيب في الناس اللي بتنشر، العيب في الناس انه بتأيد الحاجات ما ضروريه. ضروري كيف ناكل وكيف نشرب، ضروري الدواء، ضروري كيف نقرا، ده ضروري. الان انتشار بتاع ولد محاسن اكثر من الاسيان بتاعنا واكثر من الهاشتاج بتاعنا.
جماعه العيب ما فينا نحن، العيب في الشعب كله. نحن في التصحيحيه قلنا لا، وناس المليونيه اللواء الابيض قالوا لا، والشباب في 27 قبلنا قالوا لا، واحمد الضي قبل قال انا وصلت رسالتي، قال انا عملت رسالتي، المفروض كل زول يطلع رسالته. انا بجد ما بلوم احمد الضي ولا بلوم كل زول قال لا، انا بلوم كل الشعب السوداني. نحن 50 نفر او 60 نفر طلعوا وقالوا لا، ما معناه نحن بدنا بنغير ثوره. لو ما نحن كلنا بقينا مع بعض ما في يوم يكون في تغيير. الان الهاشتاج في تويتر في تويتر 50 نفر او 60 نفر، ونحن هنا 9000. معقول 9000 دول ما عندنا تويتر؟ معقول ما قادرين نخش تويتر نعمل الهاشتاج بتاعنا ده؟ الهاشتاج سهل في صفحتك الشخصيه، بس نزل الهاشتاج اللي فوق موجود فوق ده، نزله. او اسمع اغنيه بتاعت محاسن كوب بحرجل، خلي الهاشتاج ما مشكله. بيجي يوم من الايام السودان بيتغير. نحن رسالتنا وصلناها، نحن رسالتنا وصلناها وقلناها، انت قولها. عشان كده زول اللوم زول ما في. طلعنا من الجروب الكبير قلنا نعمل تصحيح للخطوات اللي كانت هناك، فيها جزء صح وفيها جزء غلط. عملنا تصحيح، لكن شكله تصحيح ما في. اذا الانسان ما غير نفسه ما بيتغير. نحن طلعنا عشان نقولنا لا، وعشان نواصل حراكنا ونواصل نضالنا. ما طلعنا عشان سلطه ولا عاوزين حاجه، ولا عاوزين جروب وادمن في جروب. طلعنا عشان نقول لا، لكن شكله كلمه لا ما في. والله بجد لغتهم رطه. لقيت الانتشار بتاع اغنيه محاسن كوب حرجه، محاسن كوب جبنه اكثر من الاسيان بتاعنا بتاع يوم 19، اكثر من المليونيه. ان شاء الله رايتوا ربنا يسترنا ويستركم. واذا التغيير ما حصل بينا نحن وحصل بالجيل ده، بيجي جيل غيرنا، يمكن يكون جيل يكون اوعى مننا وافهم مننا وما يعديها محاسن كوب حرجه، محاسن كوب جبنه. ومعاكم سلام.